صباح الخير أستاذ خالد ويوم حضرتك سعيد. صباح الفل عليك يا علا، صباح الفل عليك يا أحمد، وإن شاء الله يوم سعيد علينا وعلى كل جمهور المنتخب يا رب. وإن شاء الله المنتخب يقدم مباراة كويسة ونعمل مباراة كويسة قدام غانا بإذن الله. شايف إن منتخبنا النهارده يعني أداؤه ممكن يكون عامل إزاي وفرصه في الفوز بهذه المباراة؟ بص، لو احنا بنتكلم على الورق وبنتكلم بالطبيعي وبالمنطق ان احنا دايما لابد ان احنا نكون مرشحين للفوز. المفروض في اي مباراه احنا المفروض على الورق واسما وتاريخا وقيمه تسويقيه وكل شيء احنا منتخب كبير، منتخب مش صغير، احنا من اهم المنتخبات في القاره الافريقيه. احنا اللي عندنا محمد صلاح، عندنا لعيبه المفروض ان هي قادره على اللي هي الفوز في كل مباراه، انما الفكره كلها هي الحاله المعنويه للعيبه ورغبه اللعيبه نفسها والتركيز عند المدير الفني يبقى عامل ازاي. واتقال كمان فكره التناغم ما بين اللعيبه وبعضها داخل الملعب، يعني حضرتك شايف التناغم ده يحصل ازاي، او ايه الآلية بقى اللي ممكن من خلالها اللعيبه يقدروا يكونوا بيأدوا بشكل افضل؟ يعني لا اللي هو احنا ما نلعبش في مراكز اللعيبه، بمعنى ان انا كمدير فني كل لعيب بلعبه في مركزه، واعتقد ان ده شيء مش صعب على اي مدير فني. انا شايف ان كان في اخطاء في المباراه اللي فاتت، والاخطاء دي لما بنتكلم فيها بشكل فني بنتكلم فيها عشان لا تتكرر تاني في اي مباراه، خاصه انت في مرحله ما ينفعش فيها الاخطاء تاني. انت المفروض كنت انت بتلعب قدام موزمبيق، انت المرشح الاكبر، انت اللي عندك كل التفاصيل اللي تسمح لك وكل العناصر اللي تسمح لك ان انت تكون متقدم وان انت تكون متحكم في رتم المباراه، انما قدر الله وما شاء فعل. فعشان كده احنا بنتكلم في الاخطاء اللي ما ينفعش انها تتكرر تاني. تمام. طب استاذ خالد، يعني هل كلامي كان مظبوط لما بقول لعلا كان الموضوع مساله مراكز وتغيير في مراكز غير متوقعه زي زيزو ومحمد صلاح، ولا كلامي كان مش مظبوط في الموضوع ده؟ جزء كبير. الجزء الثاني يا احمد انه الاستعداد النفسي ما كانش على المستوى المطلوب، يعني الاعداد لمواجهه منتخب موزمبيق، وكنا نشعر ان المنتخب خلاص مطمن ان هو نازل يكسب المباراه، ما كانش عامل حساب كويس للمنتخب موزمبيق. كمان الهدف المبكر عزز الاحساس ده، يعني لما جبنا جول في الدقيقه 2 وانت اصلا نازل حاسس ان المباراه سهله، فلما جه الجول الاولاني في الدقيقه 2 فتح الامور شويه وخلى الفريق يحس او المنتخب يحس ان الامر لا سهل، الموضوع سهل. فلما بس النهارده الامر مش سهل يا استاذ خالد، يعني النهارده الامر مش سهل. غانا فريق قوي وفريق صعب وحاصل على اللقب قبل كده، وبالتالي المباراه فيها يعني جانب من المخاطره، ولازم تكون موضوع في الاعتبار كل الاحتمالات وان الفريق يكون يعني في اقوى حالاته. هو المفروض ان الفريق يكون في اقوى حالاته، بس لو احنا بنتكلم بقى على الواقع يا علا، عايز اقول لك ان غانا بتمر باسوء مراحلها، مش بس في البطوله دي، في السنتين اللي فاتوا. والمتتبع لنتائج مباريات غانا هتلاقي ان المباريات في الفتره الاخيره مباريات متراجعه جدا، وده بيبين او بيدينا دلاله المفروض ان احنا نعمل حساب منتخب غانا، انما هو مش المنتخب المرعب اللي يقلق منتخب مصر. ما احنا قلنا كده على موزمبيق يا فندم برضه، يعني لا في فرق كبير، في فرق كبير جدا. طب استاذ خالد، شايف ان ممكن يكون التعادل في حد ذاته في موزمبيق، وكنا فعلا بنتكلم قبلها وقلنا على الورق ان الموضوع مش معقد، وان احنا بنتكلم كمان توقعات بنتائج كبيره، سكور مش مجرد الفوز، ده يكون في حد ذاته دافع؟ ما انا مش حابب اتعامل مع مباراه غانا ان انا رايح اقابل بعبع فاللعيبه ترضى وترضخ بالتعادل. هو الفكره انا عايز اتعامل مع الامر الواقع. انا هلاعب منتخب غانا اللي تاريخه كبير، انما اللي نتائجه مؤخرا بتقول لي انه في المتناول بالنسبه لي، وان انا قادر اعمل عليه مباراه كويسه. حضرتك يا استاذ خالد شايف التشكيل لمنتخبنا النهارده اللي ممكن نبدا بيه ويكون هو التشكيل اللي ان شاء الله في الدقائق الاولى يحسم المباراه؟ لا، هو اقول لك التشكيل متوقع ولا التشكيل اللي انا عايزه؟ يعني والله قول لنا الاثنين ونشوف انهي فيهم اللي هيبقى صح يعني بعد المباراه. هو التشكيل المتوقع اللي هو المتوقع ولكل انباء الورده من معسكر المنتخب اللي هو يبدا بيه، يعني هو محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم واحمد حجازي ومحمد حمدي
في وسط الملعب هيلعب بالنني ومروان عطيه، ولسه يعني النني ومروان عطيه، وبعد كده حمدي فتحي وتريزيجيه ومصطفى محمد ومحمد صلاح. ده التشكيل المتوقع اللي يلعب بيه. انا كنت اتمنى ان اللي يلعب جنب محمد عبد المنعم هو ياسر ابراهيم، لان الحاله الفنيه لاحمد حجازي من وجهه نظري مش على المستوى المطلوب، وان محمد حمدي يلعب مكانه احمد فتوح في الباك الشمال، وان امام عاشور يكون مكان محمد النني. كنت اتمنى ان هي دي تبقى تشكيله هتبقى افضل، شايف ان هي من وجهه نظري تبقى افضل يعني. طب استاذ خالد، برضو من ضمن اللي تابعناه ان الناحيه اليمين ان ممكن علشان احنا محتاجين يكون في عندنا فوز في المباراه ونحاول ان احنا نهاجم بدري، ان يكون عمر كمال بدل محمد هاني. راي حضرتك؟ هو ده وارد انه ده يحصل، انما اعتقد انه من تصريحات فيتوريا امبارح ان هو بيقول لك انا واحد ما بيغيرش قناعاته بسهوله، فاعتقد ان هو يوم هيغير تغييره واحده او تغييرتين قوي بالكثير قوي يعني في التشكيل يعني. تمام. طب يعني نقدر نقول يا فندم ان ممكن ماتش موزمبيق يكون قرصه ودن ببساطه كده للعيبه بحيث يتعلموا خلاص ونشوف اداء اللعيبه والمدير الفني. انا مصمم المدير الفني هيتحمل جزء كبير جدا من الماتش اللي فات يعني. طيب لو اتكلمنا على الفرق الاخرى يعني واتكلمنا كده عن فرص كل المنتخبات في المجموعات، ممكن مين يصعد مين يخلص؟ لا هو لسه بدري قوي على حاجه زي كده يعني، خاصه ان في افضل توالد، انما لا هو لسه بدري، وفي مفاجآت عماله تحصل من الجوله الاولى. صعب ان انا اتوقع مين اللي يصعد ولا لا، لان ممكن ساعات بتبقى في حاجه اسمها مفاجاه البدايات طبعا. فالمنتخبات الصغيره اللي عامله نتائج كبيره ممكن ان هي تظهر او ما تستحملش الضغط في المباريات الثانيه، فممكن بعد الجوله اللي جايه نتكلم فيها دي تكون كانت طفره بس مش اكتر. طيب مين يعني توقع حضرتك لمباراه اليوم كام وبرده يعني بتامل في ايه؟ مباراة النهارده ان شاء الله باذن الله يعني اتمنى احنا نكسب باي نتيجه، مش هيفرق معايا كام انما اتمنى احنا نكسب باي نتيجه ونعدي المرحله الصعبه اللي احنا فيها دي. طيب جانب فني شويه يا استاذ خالد من اللي بيتابعونا وهيكونوا مهتمين بالجزئيه دي، ما بين زيزو ومحمد صلاح، وفكره ان انا لازم اوظف الاثنين، فبالتالي كان توظيف الاثنين مع بعض في الماتش اللي فات كان نتيجه سلبيه. ازاي ممكن لو حب ان هو يوظف الاثنين يكون النهارده؟ هل هيكون بالتبديلات ولا الناس لا تتقبل ابدا فكره تغيير محمد صلاح؟ لا هو بالتبديلات يعني. هو على فكره محمد صلاح لما بيكون وحش او لما بيكون متراجع فنيا في ليفربول بيخرج عادي جدا، انه والله عادي محمد صلاح ممكن يتغير عادي زيه زي اي لاعب في العالم على مدار التاريخ ممكن يتغير. انا كل مدير فني بيمسك منتخب مصر حاطط محمد صلاح انه ما ينفعش يتغير، وده معتقد خاطئ جدا. ومحمد صلاح لو سالت نفسه يقول لك ده في الكوره موجود والله، بس مش عارف احنا ليه ملكيين اكتر من الملك يعني. طيب يعني احنا بنشكر حضرتك جدا استاذ خالد الاتريبي الناقد الرياضي بجريده الشروق، وبنتمنى طبعا لمنتخبنا الفوز النهارده، ويعني تكون كده مباراه قويه تسعد بيها ملايين المتابعين اللي هيتابعوا المباراه، ويعني بالتاكيد كلنا بنشجع مصر النهارده، وده الهاشتاج وده الترند وده الموضوع الاساسي اللي هنتكلم فيه على مدار اليوم، وان شاء الله انا متفائل ان شاء الله.